نهار من نهارات خرج باريتو يمشي في الجنينة متاعو. لاحظ إنه 80% من منتوج العسل جاي من 20% من الحل موجود. بعد ما ركز في القاعدة هذه لاحظ إنها تنجم تطبق على كل شيء. 20% من البوبولاسيون عندهم 80% من الثروات. 20% من الكتاب يحتوي على 80% من أهم المعلومات. أي 20% من الإنبوتس مسؤولين على 80% من الأوتبوتس. وكيف العكس صحيح، 80% من الانبوتس مسؤولين على 20% من الاوتبوتس. القانون هذا ما هوش يونيفرسال، يعني ينجم تتزاد أو تنقص الانترز متاعو، لكني نحبك تشد هذه: majority of results come from minority of causes. ولنا يجي البرانسيب الرابع من الاي اس تي كيو بي: defect cluster together. تقولك الاي اس تي كيو بي لو لقيت باج في اريا واحدة لوج على الباج الاخرى، عندك 80% probability انك تلقى برشا باجز في الاريا هذه. تخيل معايا لو جاك المانجر وقالك نعطيك كان نهار واحد باش تستي الاي كوميرس هذا. بعد اشترى نهار لاحظت انه في الباج متاع الكارت لقيت 10 ديفكتس، اما في الباج متاع البرودكت لقيت زوز، والباج متاع الاوردر ما لقيت حتى ديفكت. لو انتي ما تعرفش البرانسيب هذا نجم تخمم وتقول انه لازمك تمشي للباجات الاخرين على خاطرك سي بون لقيت نومبر كبير معناها في الباج متاع الكارت. أما لو إنك تعرف البرانسيب هذا باش تقول باش نزيد نقعد أكثر في السكشن نتاع الكارت ونخلي شوية وقت نشوف الآخرين، على خاطرني نعرف إني باش نلقى أكثر مشاكل في الباج متاع الكارت. تعدى اشترى نهار، صاحبنا الأول لقى كان شوية ديفكتس في الباجات الآخرين، أما صاحبنا الثاني لقى برشا ديفكتس في الباج متاع الكارت جدد. توا خلينا نعملو ريكاب على 4 برانسيب اللي ريناهم. أول برانسيب يقولك ما تنجمش تثبت إنه سوفتوير ما فيه حتى مشكل. ثاني برانسيب يقولك إنك ما تنجمش تخرج المشاكل الكل متاع السوفتوير. ثالث برانسيب يقولك على قد ما تزرب في التيست وعلى قد ما تعملو بكري على قد ما خير. ورابع برانسيب يقولك الديفكتس يتلموا مع بعضهم، فلو لقيت باج في اريا معينة لوج على الباج الأخرى. وهذه هي القاعدة متاع 20/80.